İlahi her maye kavmi kurt zaman naşiki udanayı to be zaman naşiki udanayı to be zaman esnedi kurdunların esnedi kurdunların kurdu şimdi bir de takibi hala buradan şimdi bir de takibi hala buradan hem kurdun rengi koru şureşin serdikün künadiyan medarişan serdikün künadiyan medarişan esnedi kurdunların esnedi kurdunların kurdu şimdi bir de takibi hala buradan şimdi bir de takibi hala buradan hem kurdun Meryav'u key müsrefin din iman padiman her iştiman din iman padiman kurdu Kurdistan esnedi kurdunların esnedi kurdunların kurdu şimdi bir de takibi hala buradan şimdi bir de takibi hala buradan Ravi Kurdra bu yeser fi vekşihan Fabrukun neşindekin taci cihan Fabrukun neşindekin taci cihan Esnebi kurdunların esnebi kurdunların kurdu şimdi bir fetakebi hala buradan şimdi bir fetakebi hala buradan Ordunun hep hazır amadene can feda ne can feda her can feda can feda ne can feda her can feda مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي فيس تي في الأكارم. عنوان حلقتنا لهذه الليلة العرب والقضية الكردية. حقا عنوان مشوب بكثير من الآلام بكثير من المنعطفات وخاصة عند الكرد حيث العربي دائما ومنذ خاصة بعد العهد الإسلامي بدأوا باضطهاد الكرد وسنحكي ذلك مع ضيوفنا ولكن دعني أبدأ عنوان الحلقة بتقرير صدر البارحة عن جريدة واشنطن بوست تقرير يتحدث عن كذب أو أكاذيب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته حيث هناك صحفي عدى ب30,000 كذبة خلال 4 سنوات فما بالكم خلال 2000 سنة والكرد ضحايا كذب وتضليل وخداع شركائنا في الوطن سواء من العربي أو التركي أو الفرس. طبعا كلنا نتذكر أنه كيف بالعصر العباسي والخليفة عبد الملك بن مروان كيف ألغى اللغة الكردية عبر في العراق وبلاد ما بين النهرين حيث كانت اللغة الرسمية اللغة الكردية عبر حاكمه أو واليه الحجاج بن يوسف الثقفي حيث بدأ بالغزوات طبعا سموها فتوحات ولكنها كانت غزوات دموية وتلتها أيضا الخلافة العباسية العثمانية الأكثر دموية الأكثر إرهابا حيث مارس كل الإرهاب بحق الكرد والأرمن وكلنا نعلم كيف أبيد الأرمن الإبادة المشهورة بالتاريخ. إذا كذب نتيجة الكذب والتضليل اللي عاشه التاريخ العربي عبر تغيير الديموغرافي لكل المناطق حتى في بالأسماء حتى بأسماء الأشخاص أسماء المناطق أسماء المحلات أسماء كل شيء له صلة
بالكردي ألغي وزور، حيث نرى في التاريخ العربي صلاح الدين الأيوبي عربيا، وأيضا أبو مسلم الخرساني وكل القادة والمفكرين والكرد، وأيضا كلهم اعتبروا عربا. يعني حتى الصحابي الرسول اعتبر عربيا من قبل غالبية المؤرخين الكرد، عفوا العرب. هذا يؤكد أنه نحن الكرد ضحايا سياسة تضليلية خداعية منذ قرون عديدة، وإلى أن نصل للمرحلة العصر الحديث في وبدأ ظهور العصر القومي من عند ساطع الحصري الذي بدأ أيضا بالكذب، ثم جمال عبد الناصر وحكم الوحدة الذي ألغى الآخر، يعني جعل البشر والحجر عربيا، ثم جاء حزب البعث الشوفيني وكرسه العائلة الأسدية الإجرامية بسلطتهم الدكتاتورية، حيث الأب والابن كانوا وعلى نهج خطى أسلافهم من الدكتاتوريين العنصريين الملغين للآخر. سوريا والعراق والمنطقة كانت دائما ضحايا الفكر والنهج العنصري المستديم. ذلك كله سنناقشه عبر موقف العرب، عبر ظهور العرب، امتداد العرب للمنطقة الشرق الأوسط التي غالبية المؤرخين والجغرافيين يؤكدون أنه لا وجود كان للعرب قبل أكثر من 2000 عام أو 1400 عام، يعني منذ بدء الغزوات نحو 1400 عام. الشام، دمشق ليس اسم عربي. دمشق ذهب إليها آرام بن سام بن نوح، اللي سفينة جودي، السفينة التي رست في أرض كردستان في جودي، كلهم اعتبروا عربا، أو عند التركي تركا وعند الفرسي بالفرس. لذلك هو موضوعنا اليوم هو الموقف العرب من القضية الكردية، وأيضا وخاصة في سوريا والعراق. سنناقشه مع ضيفينا العزيزين الأستاذ الصحفي محسن عوض الله، وهو صحفي وباحث مصري متخصص بالشؤون الكردية ورئيس تحرير جريدة شمس نيوز، وهي أول جريدة مصرية متخصصة بالشأن الكردي، وله لقاءات ومقالات صحفية عن الكرد منذ نحو 10 سنوات. أهلا وسهلا بك أستاذ محسن، نورتنا. أهلا بحضرتك أستاذ سليمان، تحياتي لك ولكل المشاهدين. الله يسلمك. كما نرحب بالأستاذ صديق شرنخي، وهو سياسي كردي معروف بالحركة السياسية الكردية السورية منذ أكثر من نصف قرن، وعمل بالصحافة الحزبية منذ نفس التاريخ، منذ نحو نصف قرن، وهو خريج أدب فرنسي من جامعة حلب. أهلا وسهلا أستاذ صديق شرنخي، نورتنا. أهلا وسهلا بك. أهلا، شكرا. أستاذ محسن، استمعت إلى المقدمة. يعني إذا بدنا نحكي عن الشجون والآلام والمآسي الكردية نتيجة الفكر العنصري الممنهج بحقهم منذ قرون عديدة، وخاصة من الجانب العربي. أنا أعرف غالبية المصريين الآن وكذلك الأردنيين وحتى العراقيين يقولون نحن أيضا ضحايا الفكر العروبي، حيث مصر الفرعونية وكذلك بلاد الشام والعراق، ولكن تحديدا الكرد كانوا أكثر ضحايا. فيا ريت يعني بداية تحدث لنا عن محسن عوض الله، كيف اهتم بالشأن الكردي وهو بعيد جغرافيا وسياسيا عن الوضع الكردي.
تمام. في البداية بقى طبعا برحب بحضرتك أستاذ سليمان وكل المشاهدين، وبرحب بالأستاذ صديق. تحياتي لكم جميعا. طبعا اسمح لي في البداية أختلف نوعا ما مع ما تفضلت به في المقدمة. يعني حضرتك في المقدمة تحدثت عن يعني المظلومية الكردية في مواجهة العنصرية العربية. لما نيجي نتكلم عن ما يمكن ان نسميه او ما يعني ان اصطلح ان نسميه العنصريه العربيه او الظلم العربي للشعب الكردي، يجب هنا ان نفرق بين العرب، بين الانظمه العربيه والشعوب العربيه. دي نقطة مفصلية في التعاطي مع الأزمة الكردية. الشعوب العربية بطبيعتها هي جزء من المفعول بهم في المنطقة، ليسوا أصحاب قرار ولا أصحاب إرادة، هم مجرد يعني ما يعانيه الشعب الكردي أو ما عاناه الشعب الكردي على مدار عقود تعانيه الشعوب العربية. يعني فأنا لازم أن نفرق جدا في هذه النقطة بين الشعوب والأنظمة. في كل الأحوال الشعوب تختلف بشكل كبير عن الأنظمة. الأنظمة تعمل لمصالحها وفق اتجاهات ومصالح وقوى دولية تحكم إطار وسياسة التعامل في الشرق الأوسط. أما الشعوب فهي لا أعتقد أن الشعوب المصرية، الشعب المصري أو الشعب الأردني أو أي من الشعوب تكون أي عداء أو وجهة نظر سلبية تجاه إخوانهم الكرد. بخصوص سؤال حضرتك حول اهتمامي بالشؤون الكردية. اسمح لي هنا بمداخلة صغيرة. تفضل. يعني حلبشة نتذكر خلال لحظات أبيد يعني 5000 شهيد خلال دقائق بالكيماوي، والعرب حسب ما درسنا بالتاريخ المناهج السورية نحو 400 مليون. لم نلاحظ 400 شخص عربي إن كان صحفيا أو كاتبا قاموا بمظاهرة وتنديد. يعني فللأسف كما يعني بيروت مثلا كانت نوع من الديمقراطية فيها، لم نجد حتى سياسي يعني 40 أو 50 سياسي عربي هدد بحلبشة. دعنا نتفق على أن القضية الكردية بشكل عام تخضع أو خضعت بشكل كبير خلال سنوات، يعني أيام بما أن حضرتك تحدثت عن حلبجة، إلى نوع من التضليل. يعني التضليل الإعلامي هو أحد مأساة الكرد وأحد أسباب صناعة الخلاف بين العرب والكرد. حالة التشويه اللي تعرض لها الكرد على مدار عقود ساهمت بشكل كبير في وجود نوع من الشك مثلا الشك في الشك العربي، او ان اسميها بمعنى اوضح نوع من عدم اليقين العربي في ما يمكن وصفه بوطنية وانتماء الكرد الى المناطق التي يعيشون فيها. فهو احنا بنتكلم هنا عن تضليل اعلامي خضع له العرب، حالة من التجهيل فشل الكرد في ايصال صوتهم للعرب بشكل واضح، نتج عنه ان اصبح العرب خاضعين للإعلام والتضليل الإعلامي والتشويه الذي اعتمدته القوى المحتلة لكردستان وتركيا على رأسها في صناعة أو في صنع فجوة وجفاء بين العرب والكرد. تمام. بس كان لم تجب على سؤالي، ما الذي جذب الأستاذ محسن عوض الله إلى الاهتمام بالوضع الكردي؟ تمام. بخصوص الاهتمام بالوضع الكردي، انا بدات اهتمامي بالوضع الكردي من 2014، يعني مع الازمه السوريه وظهور القوات الكرديه في شمال سوريا واحداثها ومواجهه ومقاومه كوباني التي تحدث عنها العالم. فكان اصبح الكرد في هذه الفتره الزمنيه محل اهتمام وحديث العالم. يعني انا لم اكن اعرف في هذه الفتره، لم اعرف من هم الكرد، يعني هل هذه عائله ام ديانه ام فصيل، لم اكن اعرفهم بشكل كامل. يعني بدات اهتمامي من خلال البحث عن الكرد والقراءه في بعض الكتب التي تحدثت عنهم عن تاريخ سوريا وتاريخ العراق، من اجل تجميع ما يمكن وصفه نواه للاهتمام بالقضيه الكرديه. كنت يعني بداية اهتمامي انطلقت من فكرة أن الأكراد أو الكرد كما تحبون أن تسمون، يعني
الكرد هم مظلومين. يعني لا أعرف حجم المآسي والاعتداءات التي وقعت في تاريخ الكرد دفعتني للتساؤل لماذا يتم هذا كله بحق الكرد؟ ماذا فعل الكرد؟ يعني ما الجريمة التي ارتكبها الكرد ليتم اعتقالهم وإبادتهم وقتلهم ومنعهم من ثقافتهم أو حتى ممارسة شعائرهم؟ يعني كان الأمر بالنسبة لي محل استفسار رهيب. يعني لماذا هؤلاء يتعرضون هذه الإبادات؟ ومن هنا بدأ ما يمكن وصفه بنوع من التعاطف. كيف لي أن أكون كرديا ولو للحظات؟ يعني كما قال جونسون مانديلا، يعني وضعت نفسي كأنني مواطن كردي. كان الأمر لمجرد أنه تخيل كان صعبا. كيف أنا أتخيل أن يتم إبادة، حتى أنا كتبت مقال في هذا السياق، تخيل لو كنت كرديا، يعني إن أعمامي تم إبادتهم مثلا في حلبجة، وفي عفرين تم احتلال أرضي، وفي كركوك تم اختطاف منزلي. يعني كل المؤشرات، يعني لماذا يحدث هذا مع الكرد؟ فمن هنا بدأ الاهتمام والتعاطف وتخصيص كل وقتي وقلمي لتوصيل فكرة المظلومية الكردية وحقيقة الشعب الكردي، وإزالة هذا التشويه الذي تعرض له الكرد داخل الشعوب العربية. ومن هذا أطلقت جريدة الشمس نيوز لتكون جسرا للتواصل بين الشعب العربي والشعب الكردي. أشكرك جدا جدا، ولكن وأذكر لك مقولة وخلال محادثتنا يوم أمس أثناء تحضير البرنامج قلت لي أنك شخصيا معجب جدا برئيس إقليم كردستان نيشيرفان بارزاني. ما تأثيره كان عليك سياسيا؟ رئيس نيشيرفان بارزاني أعتقد أنه هو يملك مقومات الزعامة. يعني هو يستطيع أن يلعب دور، أعتقد أن دورا كبيرا ننتظره أكبر من فكرة رئيس لإقليم كردستان. يعني أنا شايف أن هو يمكن أن يلعب دور كبير في مستقبل العراق أو مستقبل المنطقة. يعني ممكن أن يكون بافتراض وسيط للتعايش ما بين وإنهاء الأزمة ما بين أكراد شمال سوريا والدولة التركية بحكم علاقته بالطرفين. أشكرك أستاذ محسن. ننتقل إلى الأستاذ صديق شرنخي. أستاذ صديق، نورتنا مرة أخرى، ما تعليقك على ما تفضل به أستاذ محسن؟ وأيضا سؤالي، يعني هل ما جاء في المقدمة من لا نريد أن نحكي بالمظلومية ولكن هي حقيقة واقعة علمنا من ظلم، هل فعلا يعني أنا ظلمت العرب في عروبة وجبت مسائل حلبجة؟ لم نجد من أكثر من 400 لم نجد 400 شخص قام بالتنديد في حلبجة مثلا، والعرب نحن درسنا يبلغون 400 مليون في الشرق الأوسط. يعني تفضل. نعم، أولا أشكرك على هذه الاستضافة، وأشكرك مرة ثانية لاستضافة أستاذ محسن معي، العربي الذي أعتبره العربية نموذجا للعربي النقي الذي يحب أن يعرف شعبنا أكثر وأكثر، ومن خلاله سنقدم شعبنا، أو هو سيساعدنا في تقديم هذا الشعب المظلوم إلى الأمة العربية بشكل أفضل ربما. ثانيا أشكر الطاقم بيف الذي أتاح لنا هذه المقابلة، وفي الكنترول خاصة الأستاذ الباقي الحسيني الذي ذكرته، والسيدة يسرى زبير اللذان يساعدوننا الآن وراء الشاشة. ونحن بدوري أن نشكرهم، وكنت سأشكرهم في نهاية البرنامج ولكنك سبقتني أستاذي الكريم. نعم هذا حقهم. نعم، حقيقة يجب أطلب من الأستاذ محسن أن يتحملنا كثيرا في هذه الليلة. لو كان في عرب كثير مثله فتحوا صدورهم للحوار وللنقاش العربي الكردي، كنا أفرغنا سابقا ما هو في الداخل، ولكننا يبدو سنضع كل الحمل على كتفه، فأرجو أن يتحمل. ثانيا عبر التاريخ نعم، ثانيا عبر التاريخ
أنت ذكرت مثلا في المرحلة الجديدة، بس أنا أقول حقيقة عدة مرات، قلت ربما أكون مخطئا، أن مشكلتنا ليست مع الأنظمة العربية، إن مشكلتنا في الشعب العربي. يعني الموضوع تحول أنه إن مشكلة مع الشعب العربي. الشعب العربي إذا رجعنا للتاريخ، مو بعصر، أنت ذكرت بعصر عبد الناصر العصر القومية العربية، وبعصر الشوفينية وزرع العنصرية اللي هن الفاشيتين، الفاشية الناصرية والفاشية البعثية، والفاشيات اللي صار بالمنطقة. نحن ما نحكي على الفاشيات الأخرى وهي كثيرة بالنسبة للترك والفرس، يعني إنما باعتبار موضوعنا هو موضوع العرب والكرد. طبعا إذا بحثنا في التاريخ سنرى القليل من الذين تحدثوا بشكل إيجابي وتاريخي عن تاريخ شعبنا الكردي، ولكن الكثير من الذين تندروا أو تصدوا لمحاربة هذا الشعب من الكتاب والصحفيين والسياسيين العرب للنيل من حق هذا الشعب هم كثر للأسف. يعني في البداية أقول أن شعب حر لا يضطهد شعبا آخر، هاي مقولة لينين. في البداية يجب أن يكون العربي حرا. فسؤالنا هو هل العربي حر حقيقة؟ لا أعتقد أنه هناك عربي حر بالوقت الحاضر. شعب عربي حر وشعب ديمقراطي في كل أغلب الدول العربية، أن لم أقل كلها. يعني إذا أنت ما تكون شعب حر ما تقدر تدافع عن شعب حر آخر. بمعنى أنه إذا كان المثقف العربي في المراحل السابقة في العراق وسوريا وغيرها لو دافع عن الشعب الكردي، لو أصدر كتاب دفاع عن الشعب الكردي، كان راح يكون مصيره المعتقلات والضرب والقتل وإلى غيره، مثل ما صار مثلا في مرحلة من المراحل في مصر دفاع عن العلمانية وفرج فودي وقتل واستشهد وهذول. لأنه ما كان في مجتمع حر يعطيك حق التفكير الصحيح. وهكذا ليس هناك مجتمع حر حقيقة في الدول العربية يستطيع أن يقدم هذا الشعب ويعطيه حقه كما هو. نحن مثال حقيقي في سنة 1970 كنا شباب في أحد المناسبات بالقامشلي، تعرف رفعنا شعار بسيط هو عاشت الأخوة العربية الكردية. شوف هالشعار قد هو بسيط وإنساني. تعرف اعتقلوا سبع شباب معنا وسجنوهم سنة واحدة لرفعهم هذا الشعار عاشت الأخوة العربية الكردية فقط، لأنه ذكر كلمة كردي. تصور إلى أي درجة كانت الأنظمة مشحونة، وإلى أي درجة كان النظام شوفيني وفاشي وعنصري بحيث لا يتحمل كلمة كردي. كاف ريدي هالأحرف الثلاثة إذا اجتمعوا فتشكل هاي مشكلة. وفيما بعد بالسنة 62 قبل 70 على أساس أنه ينظفوا المنطقة، ينظفوا سوريا، قاموا بقرار إحصاء السكان. قرار إحصاء السكان 62 الذي جعل من المواطنين الأساسيين المقيمين على أرضهم التاريخية جعلهم كتبهم أجانب. وهذا اللي ما صار بالتاريخ أبدا، أنه مواطن في بلده يجي الإحصاء هو وطني وعامل عسكريته وهو سوري، بعد سنة يطلع أنه أنت أجنبي ومانك سوري وتركي وين ما تروح. فشوف أثر السياسات العنصرية الشوفينية منين بدأت. إذا أوردنا تاريخية هذه الشوفينية وهذه العنصرية، يعني هي قديمة. يعني مثلا بالتاريخ الإسلامي نادرا نشوف عرب أو نادرا نشوف كتب إسلامية تتحدث بشكل إيجابي عن الكرد. يعني إذا ما قلنا أنه كتب تتحدث عن الأكراد من الجن، وكتب تتحدث أنه أنت ذكرت مثلا أشخاص في التاريخ الإسلامي، يعني بس في التاريخ سوريا الحديث يعني بالثلاثينات أول رئيس سوري علي العابد يكون كردي. هذا الرئيس السوري علي العابد تصور هو النتاج الديمقراطية الفرنسية التي كانت تحكم في هذه المرحلة في سوريا. علي العابد وفوزي سلو ورئيس الأركان عبد الباقي نظام الدين ووزير الداخلية كان بوزو وبرمدة، كانوا هذول قادات أكراد حكموا دمشق. وقبل نفس القادة وأباها أو القادة هن اللي حاربوا الاستعمار الفرنسي لإخراجه من سوريا. تصور. فشوف العلاقة الوطنية
اللي كانت بين العلاقه الوطنيه التي بناها الكرد. كانت علاقه طبيعيه ديمقراطيه، انه شعب يعيش مع بعض، محتل اجنبي ما يقبل احتلال هذا الاجنبي. بينما العلاقه اللاوطنيه المشوهه التي بناها العرب فيما بعد حكم هؤلاء القاده الاكراد، العلاقه الشوفينيه اللي بناها العرب فيما بعد تحولت الى عزل الضباط الاكراد وعزل الشخصيات الكرديه، والى حد وصل انه ما عاد هناك في جيش العربي ما يسمى طبعا وقت كان سوريا، كان اسم سوريا الجمهوريه السوريه. اجى عبد الناصر عمل الجمهوريه العربيه السوريه والجمهوريه العربيه المتحده، كلمات العربيه فالغي بالتسلسل بعد سنوات ال50، الغي قليلا الغي كل شيء يمس بالشعب الكردي وتاريخ الشعب الكردي ووجود الشعب الكردي وتشاركيه الشعب الكردي وكل شيء. فنحن عم نعاني هالعنصريه والشوفينيه حقيقه بالشكل المسيس. نحن نحكي قبل العشرينات والثلاثين كان شكل تاريخي، يعني ما تحدث العرب المثقفين العرب. وانت ذكرت شو اسمه في عصر النهضه العربيه، يعني ذكرت اشخاص يعني في عصر النهضه العربيه اسمها النهضه العربيه، تصورت ما عملوا النهضه السوريه او النهضه الوطنيه بوقتها. مثلا بهذاك الوقت رغم انه قاده النهضه العربيه ما كان منهم، كان الافغاني وكان عبده وكان ما كان منهم، ما كانوا حتى اكراد، كانوا عرب، كانوا غير اكراد، كانوا غير عرب حتى، انما باسم الوطنيه ما ذكروا وما اعطوا للشعب الكردي حقه التاريخي. فنحن ابناء هالجيل من 50 سنه للان، من 60 سنه للان، حقيقه نادرا ما سمعنا اصوات وطنيه واصوات عادله واصوات حق مثل صوتكم، انه يدعم الشعب الكردي والقضيه الكرديه والقضيه الانسانيه. يعني نحن عن قريب قبل فتره كمان عملنا مقابله ب 700 مثقف، يمكن تتذكر 700 مثقف يوقعوا على وثيقه هي الغاء الشعب الكردي والغاء حق الكردي، لحتى طلعنا نحن على شاشات التلفزيون ندافع عن وجودنا وندافع انه نحن موجودين كذا. فمشكلتنا حقيقه بالوقت الحاضر هي مشكلتنا مع الشعب العربي وليس فقط مع الانظمه. بدي اميز انا هالفكره ليش مع الشعب العربي، لانه هالانظمه للاسف وصلت لحتى تغسل دماغ الانسان العربي، توصلت لان تلغي الوجود العربي، وتوصلت انه ان تشوه التاريخ العربي. وحتى في المدارس العربيه، في المدارس السوريه والعراقيه وغيرها، يقوم الانسان وياخذ بكالوريا وياخذ شهاده جامعيه بكل حياته، مثل ما تفضلت انت كمان حديثا انه تعرف ما يشوف كلمه عربي وشعب كردي، وما يشوف حق الشعب الكردي وتاريخ الشعب الكردي، ومين هو صلاح الدين، ومين هو يوسف العظمه، مين هو فوزي سلو، مين هو كيف بنوا هذا الوطن. ما فيها التشاركيه. فاذا كان الشعب العربي هو بالوقت الحاضر هو ضحيه انظمته، ومشكلتنا هو مع هذا الشعب. المرحله الجديده هي شو؟ يعني المرحله الجديده هي انه فتح علاقه وفتح ابواب. اسمح لي استاذ صديق، خلينا نكون واقعيين. يعني الشعب العربي بنفسه ضحيه هذه الانظمه، يعني فلذلك نعم. فقد انسانيته، فقد كل مقومات انسانيته. يعني الشعب غير حر. نعم، الشعب حر لا يستعبد شعبا اخر. هاي المقوله. لا نتهم، خلينا نكون واقعيين. يعني مشكلتنا ليست مع الشعوب العربيه، انما مع الانظمه التي قمعت العرب والكردي معا. يعني ولكن المظلوميه الكرديه او الاضطهاد الكردي كان مضاعفا. يعني نعم. اقصد بشيء بمعنى اخر، اقصد انه نحن مشان المثقفين، هذا العبء هو على عاتق المثقفين العرب. مشان المثقف العربي يتحرر من العقليه الدولتيه او عقليه الدوله او عقليه اداره الدوله، يعني مشان يتحرر منها يجب ان يقرا التاريخ ويعيد النظر في التاريخ بشكل عام وبشكل كردي، يعني بمنظور يعني ما هو دور الاكراد في التاريخ، ما هو دور الاكراد في الاسلام، ما هو دور الاكراد في بناء الدوله الحديثه. ما هو كريم استاذ صديق، الكرد وليس اكراد. الكرد او الاكراد، نعم الكرد، نحن نحب نستعمل كلمه الكرد. دور الكرد في بناء
حتى الأنظمة العربية الموجودة في بناء الحضارة الموجودة. يعني مثال نحن حتى رحنا حتى فكريا تأثر علينا، صرنا نلفظ أكراد يعني حتى نحن للأسف نتيجة هذا. نعم أنا لا أميز. أستاذ سعيد صديق، سنعود إليك بعد أن هنا نسأل أستاذ محسن. نعم سنعود إليك بعد أن نسأل. أنا ما أميز بين الكرد والأكراد كثيرا، هذا مصطلح فيما بعد تم تداوله، ولكننا نحن قرينا بالإعلام وفي السياسة يمارس هذه الكلمتين، ويمكن أن نصحح أيهما أفضل. نعم تفضل أستاذ محسن، مرة ثانية يعني أهلا بك وسعيد جدا بوجودك معنا. وحقيقة أنا أتفق معك أنه يجب أن نميز ما بين الشعوب والحكام والأنظمة، ولكن مصريا تعرف الكرد حتى في أيام الوحدة ظلموا في سوريا نتيجة لأنهم كرد. حتى الكرد يعني تعرف أنت في عائلات كردية مصرية عريقة في كافة المجالات السياسية والثقافية والفنية. يعني الفيلم المصري الشهير عن صلاح الدين الأيوبي يعتبره بطل عربي، وأنا أحد المخرجين المصريين حكى لي شخصيا أنه حاول يلفت النظر أنه ما يطلق عليه اسم البطل العربي صلاح الدين. فيلم صلاح الدين أنت تعرفه يعني عاملين إنتاج مصري يعني إنتاج السينما المصرية، ولكن رفض. فالممثلون والكتاب أليسوا يمثلون الشعب؟ فلذلك حتى الشعوب تأثرت، ونتيجة كما قال وزير الإعلام الألماني أكسب حتى صدق نفسه صدق وجه الآخرون، والشعوب صدقت أنصياتها بأنه فعلا الكرد من الجن ومن عباء البشر وإلى ما هنالك، حتى صاروا موضوعا في عيون غالبية الشعوب المنطقة وليس العرب معها، ولكن نركز على العرب كون موضوع الحلقة عن العرب والقضية الكردية. تفضل أستاذ محمد. طبعا برحب بحضرتك مرة ثانية. طبعا موضوع الثقافة والمثقفين والكتاب والممثلين وكونهم معبرين عن الشعب دي طبعا فيها كلام يعني، لأن السينما بحكم أنها أحد أدوات النفوذ السياسي والقوى الناعمة للدول، هي تخضع بشكل ما في كثير من الدول للنظم الحاكمة، يعني تخضع لتوجهات النظم الحاكمة. لا يجرؤ صناع السينما على صناعة مواد أو صناعة أفلام أو مسلسلات دراما مخالفة لوجهة النظر الحكومية أو وجهة النظر الرسمية. فبالتالي أنا لا أبرئ هنا المثقفين العرب، لأن المثقف بطبعه كمثقف المفروض يبحث عن الحقيقة أينما كانت بغض النظر عن الضغوط التي أو طبيعة أو الثقافة العامة. هو المثقف ليس هو ابن الثقافة العامة، ليس هو ابن المتداول. المثقف هو من يبحث عن المختلف، هو من يبحث عن الحقيقة أيا كانت طبيعتها أو أيا كانت تصادمها مع الواقع الذي يعيشه. ولكن كثير من الكتاب العرب، كثير من المثقفين يستسهلون الأمر ويعيشون في كنف السلطة ولا يجدون حرجا من أن يكونوا أبواقا لتلك الحكومات. نعود ثانية لنقول أن الشعوب خضعت للتجهيل، وليس يعني هو احنا نتحدث بس، يعني أنا لست بصدد الدفاع عن الشعب العربي أو تبرئته من فكرة عدم التعاطف مع الكرد، ولكن يعني أنا أستضيفك. نعم. ليس كصحفي عربي، كإنسان محترم تحترم إنسانيتك أولا. الإنسان يولد إنسانا أول شيء، وبعدها يختار القومية ثم يأتي الدين. ولذلك ما بعرف يعني أنا كإنسان مصري، كمثقف مصري، كإعلامي ناطق باسم الحقيقة اللي يجب على الإنسان أن دائما يكون مع الحق. يعني أنا لم أعتبرك عربيا، يعني اخترتك لأنك إنسان تحترم إنسانيتك. وحتى هناك في أصوات كثيرة تقول المصريين ليسوا بعرب كما دمشق وكما غيرها، يعني ليسوا بعرب، فأنتم فراعنة لكم حضارة عريقة جدا جدا. هل أنت عربي فرعوني
يعني هل هناك من المثقفين العرب يعني مصر يستطيعون ان يقولوا نحن مش عرب الا قليلا؟ يعني نتيجه تشوف الهيمنه يعني هو انا بعتبر ان الاصول وجذور الانسان ليست ذات قيمه في حياته. يعني حياه الانسان هي مواقفه واراءه اللي بيبنيها بناء على وجهه نظره الشخصيه. لا يعني لن ابني وجهه نظر بناء على اني يقال اني عربي او انني فرعوني. يعني هذه ليست يعني ليس الفتى من قال هذا ابي ولا هذا عمي. يعني الفتى من قال هذا كما تقول الحكمه. يعني وبالتالي نحن نتحدث عن الاكراد او الكرد تعرضوا لنوع من الدفن في التاريخ. يعني الأكراد كانوا مدفونين في أعماق التاريخ، ثم حدث عليهم نوع من التشويه. يعني دفنت، يعني كما يعني أنا أتحدث بالعامية المصرية، كأنك دفنت إنسان ثم ألقيت عليه أطنانا من الرمال ثم قلت أن هذا رجل قاتل. فبالتالي بدأت مع تعاقب الأجيال وأصبح هناك هذا ضريح القاتل، هذا ضريح القاتل، دون أن يعرف أحد أن هذا رجل شهيد أو أن هذا رجل مظلوم. فبنتكلم على أن حجم النفوذ الإعلامي الذي تعرض له، الذي قام بسياسة تشويه الأكراد خلال عقود من الزمن. يعني كمية الأموال اللي صرفت من جانب الدولة التركية أو الدول الداعمة لها من أجل تشويه وتغييب القضية الكردية ورجم الكرد بكل خطيئة لدى نفوس الشعب العربي، هذه يعني حجم الأموال والسنوات كان كبيرا جدا. فبالتالي العرب هم ضحية للتشويه الإعلامي، ضحية لغياب الصوت الكردي الباحث عن التواصل وإيضاح الحقائق أمام العرب. العرب كما قلت هم يعني لن يبحثوا في ظل المشاكل الداخلية بدولهم والمشاكل والأزمات التي تعانيها الدول العربية. لن يبحث المثقف أو رجل الشارع العربي عن مشكلات أبناء أقلية أخرى في دول أخرى تجاوره أو تسكن بجانبه. فيعني لا نريد أن نضع كل الأزمات في سببها أبناء الشعوب العربية. لا يعني احنا بنتكلم على سياسة دولية كانت تستهدف تغييب الأكراد أو تغييب الكرد وإبعادهم وصناعة فجوة. يعني هو يخشى العالم أن يحدث وليس تركيا أو الدول المحتلة الكردستان، يخشى العالم بشكل كامل أن يحدث تقارب وأخوة عربية كردية، لأن أي تحالف عربي كردي هو قادر على تغيير موازين الشرق الأوسط بالكامل. أستاذ محسن، ولكن غالبية، إن لم نقل كل، الغالبية العظمى المطلقة من المعارضات السورية السياسية والمثقفين السوريين من كتاب وصحفيين وفنانين السوريين والعراقيين كونوا جزئين من كردستان محتلة من قبل أو ملحقة قصرا بالعراق وسوريا. فغالبية إن لم نقل كل، هذا بين قوسين، يعني من المعارضات السورية حاليا ترفض حتى يعني ترفض تغيير اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية. هذه نقطة. النقطة الثانية، الإدارة الأساسية في شمال وشرق سوريا، شوف، ليست فيها اسم تنظيم كردستان ولا فيها شيء كردي. وحتى الحزب في وايدين يقول نحن حزب وطني، يعني الدعوة إلى أخوة الشعوب، يعني ليس لهم شيء كردي لا في اسم ولا في أفعالهم. ورغم ذلك يحاربون من المعارضة السورية ويقولونها الإجرام الكردي. وما القنوات الإعلامية السورية المعارضة والتصريحات اللي عم تطلع من 99% فقط 99% الانتخابات العربية كلهم ينددوا يعتبروا هذه الإدارة إدارة كردية ويجب محاربتها. يعني كما حاربوا استفتاء مثل سوريا والعراق. ما قولك على ذلك؟ هو احنا برضه مش عاوزين ناخد المثقفين المقربين من السلطة مثلا في سوريا والعراق على انهم نموذج لعموم الشعب العربي او لعموم المثقفين العرب. دول يعني الثقافة او الاراء التي تخرج لتأييد او لدعم مواقف السلطة او مغازلتها، هذه ليست اراء سياسية، هذه ليست اراء ثقافية او اراء شعبية. المعارضات، الائتلاف، هيئة التنفيذ، المعارضات
الغالبيه العظمى من المثقفين، الصحفيين، الكتاب، الفنانين السوريين. عندما تقول كردي يشمئز. احد الضيوف هنا في هذا البرنامج رفض، وهو من ربيع دمشق ونكتب له كل الاحترام، ولكنه رفض النشيد الوطني الكردي، يعني اي رقيب. ما يعني عندما تحدثني عن الائتلاف السوري والمعارضه السوريه التي تعيش في احضان انقره والنظام التركي وتتلقى تمويلات من المخابرات التركيه وانها تعادي الشعب الكردي، فهذا امر طبيعيا. يعني معاداه الشعب الكردي تدرس في المدارس التركيه، وكل من يتعاون مع تركيا لابد ان يكون معاديا للاكراد. يعني لو صعد الأكراد، أنا دوما أقول لو صعد الأكراد للمريخ لصعد وراهم الأتراك. فأي حد له علاقة بتركيا لابد أن يثبت ولاءه للنظام التركي من خلال الهجوم على الشعب الكردي والهجوم على الإدارة التركية والهجوم على استفتاء كردستان. فبالتالي هذا ليس مقياسا. يعني المعارضة المدعومة تركيا سواء في سوريا أو في العراق، يعني مع احترامي الكامل، الزيارة الأخيرة اللي قام بها وزير الدفاع التركي إلى بغداد والتقى بقيادات بغداد، يعني كان الهدف منها أكيد ظهرت بعدها بأيام من خلال تصريحات الرئيس التركي باستهداف مدينة سنجار المقدسة للأيزيديين. وبالتالي لن تجد مثقف مقرب من السلطة أو يقيم في دولة مثلا المثقفين السوريين اللي هم يعيشون في دمشق، هل يجرؤ أحد منهم أن يقول رأيا مؤيدا للإدارة الذاتية؟ بالتأكيد لا. يعني حتى لو يملك هذا الرأي لن يقوله في ظل وجوده في دمشق بحكم القبضة الأمنية. حتى خارج دمشق هناك يعني كل المعارضات، يعني حتى خارج الائتلاف موجودين في اوروبا يعتبرون هذه الاداره اداره كرديه، رغم ان اصحاب الاداره يقولون لسنا اداره كرديه. يعني ما هو يعني هي فكره انها اداره كرديه ويسيطر عليها حزب الاتحاد والحزب الاكراد، وهذا فعلا يتم تداوله بشكل كبير، ولكن هل هي فعلا اداره كرديه؟ هل ده امر واقع؟ ربما يكون، ولكن لا تحاسبني من يحكم، ولكن حاسب على الانجازات التي تحققت، حاسب على مدى رضاء الشعب عن الاداره وسياستها، نحاسب على حجم الانجازات. يعني انا من وجهه نظري ان ايا كان من يحكم في اي مكان، يعني لا يشترط ان يكون هناك وجهه نظر او قوميه الرئيس لا تختلف عن يعني ليس شرطا. حتى افترضنا قوميه عربيه وحقق انجازات، هل نقول ان العرب هم من نجحوا؟ ولكن هو مشروع الذي يدار في شمال سوريا هو مشروع كامل، مشروع يتحدث عن اخوه الشعوب وان لا فرق بين العربي والكردي، واعتقد ان هي مبادره جيده وتصلح للتعميم في عموم سوريا بشكل كامل، بغض النظر عن الاراء الناقده لها. لان مهما يعني لو نزل الاله ليحكم الارض لوجدت له معارضه. استاذ صديق، لو نزل الإله للأرض لعارضه هناك الكثيرون، وخاصة أذكر لك أستاذ محسن أنه لو الكردي ذهب إلى المريخ سيحارب، كما قال أردوغان نفسه لو هناك دولة كردية في الأرجنتين سأحاربها. أستاذ محسن، يعني فعلا يعني أحيانا وقت نحكي عن المظلومية يجب أن نحكي عن المظلومية، ولكن في ظل هذا الاضطهاد الذي نعانيه، في ظل الآلام المزمنة أو المآسي أو الكوارث المزمنة الذي نتعرض له منذ قرون، ما السبيل؟ يعني ما السبيل؟ نحن أمام أفكار وعقائد ومدارس شوفينية تحاربنا، إن كانت عربية أو فارسية أو تركية. كيف بدنا نتقارب إلى هذه الشعوب؟ كيف بدنا نوصل رسالة للعالم كله وخاصة لشعوب الشرق الأوسط بأنه لا استقرار، لا أمن في المنطقة إذا كان كل مكونات المنطقة بأمان وسلام، ومنها راية شعب كردستان إذا لم تكن حرة خفاقة عالية في سمائه أمان واستقرار.
تفضل استاذ صديق. طبعا في البداية باعتبار موضوعنا في هذه الحلقة هو موضوع عام، ربما ليس مناقشة سياسة حزب معين اتجاه القضية الكردية وسياسة حزب آخر تجاه القضية، حزب عربي آخر تجاه القضية الكردية أو العكس. الموضوع هو موضوع ما هي علاقة الكرد بالعرب وكيف نحسن هذه العلاقة. أنا أرى أن تحسين هذه العلاقة هو في الأساس هناك علاقة جدلية بين الأنظمة التي تربي مثقفيها والمثقف الذي يؤثر على الأنظمة، وهذه العلاقة تتطور فرضا إيجابا أو سلبا حسب درجة الحرية الموجودة في ذلك المجتمع، وحسب قوة نيل الحرية والاستقلالية والديمقراطية الموجودة في المجتمع. يعني مجتمع مبني دستوريا على الديمقراطية وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الفكر وحرية الأحزاب يستطيع أن ينقل مصلحة أهل هذه الجغرافيا أو هذا الوطن إلى يعكسها على السلطة وعلى إدارة هذه السلطة. نحن مثلا كمثقفين كرد وسياسيين كرد طبعا نرحب في هذه الأصوات الإيجابية، وأنا أقول أنه لكي نقف ولكي نخفف من هذه الفوبيا الكردية، الفوبيا الموجودة عند الأخوة العرب ضد الكرد، يجب أن تتولى هذه المهام النخبة المثقفة من العرب. يعني بالوقت الحاضر أنا لما أخاطب واحد عربي بده يناقشني من هلا للصبح انه انا عربي وانت كردي وانت عم تحكي اللي دافع كردي وانا عم بدي اقول له انت تحكي اللي دافع عربي، ولكن اذا تحرك الاستاذ اخ محسن في جريدتي وانا قريت المقال اللي تحدث فيه عن زياره عكار الى العراق والى اقليم كردستان، قريت المقال، عنده مقال جيد. يعني نحن اذا عملنا هالتكتلات الثقافيه العربيه لفهم القضيه الكرديه، ونحن كمان بنفس الوقت من جانبنا نحن كأكراد مثقفين لو تعاملنا مع القضية العربية، مع القضايا العربية وتعاملنا معها إيجابيا، سواء مع قضية فلسطين، سواء مع قضية الجزائر سابقا، سواء مع القضية المصرية، وسواء مع كل القضايا العربية، نحن وحتى بالعراق كنا إيجابيين دائما في علاقتنا مع قضايا الشعب العربي ضد الفرنسيين وضد المضطهدين وضد الإنجليز وضد جميعهم. وحتى بالتالي في سنة نحن كنا نقدر ننشئ كيانات كردية في مرحلة من المراحل باتفاقنا مع الفرنسيين واتفاق أكراد العراق مع الإنجليز. إنما في الشيخ محمود الحفيد حارب الإنجليز وما خلاه، الإنجليز بالنتيجة منعوه من أن يبني دولة كردية وأن يكون ملك كردستان، لأنه حارب الإنجليز بدعوى العروبة والإسلام. ونحن في سوريا نعتز حتى الآن أنه نحن حاربنا لإجلاء الفرنسيين، وأول الناس اللي حاربوا كان أطلقوا الرصاصة الأولى يقول حمود شاشو، كان هذا كردي من عفرين يعني. ونفتخر الآن غالبية المثقفين العرب أو السياسيين العرب السوريين يقولون يا ليت فرنسا بقيت 100 سنة أخرى في سوريا، لكن نحن كمان أنا هلا أقول كنت أتمنى إنه ما تطلع فرنسا. ثبت إنه لو بقيت فرنسا حتى الآن كان راح يكون في على الأقل أجواء ديمقراطية وحرية وتوزع المهام وتوزع الوظائف، توزع وظيفي. أما إنه أنا يجب أن لا أشعر إنه في هناك عداء وظيفي بيني وبين الإنسان العربي. وحتى لو خلقوا عندي الشوفينية، خلقت عندي الشعور، يجب أن أناقشه مع المثقفين العرب. هلا مثلا نحن لا يشبعنا نحن ككرد مثقفين انه اذا مجموعه قويه من المثقفين العرب ما دافع عن القضيه الكرديه، افتح الكتاب اشوف يدافع عن القضيه العربيه وعن عن القضيه الكرديه وعن انسانيه الكردي وحق الكردي كذا. انا اريد ارجعك لمقوله لليني يقول من مهام المثقفين في القوميه الكبيره ان يدافعوا عن وجود القوميه الصغيره وحقها في إنشاء دولتها وفي حق تقرير المصير. ومن مهام المثقفين في القومية الصغيرة أن يحافظوا على وحدة البلد وعلى وحدة
على الوحده والتشارك في هذا البلد. شوف صديق، في سؤال جدا جميل من زميلتنا الاستاذه نجاح خوفك المحاميه، تقول: الا يتحمل الاعلام الكردي والحركه السياسيه الكرديه المسؤوليه في عدم تعريف الشعب العربي؟ مع تحيه لك. طبعا هي كانت احد الاسئله اللي كنت بدي اسالك لك يعني، ولكن سبقتني. نعم، اشكرك لك وللاخت نجاح. حقيقه نحن كمثقفين كرد وكسياسيين كرد على الاقل، نحن ما قصرنا دائما، ولكننا كان احد الجوانب. نحن اذكر في سنوات السبعينات والثمانينات، اذا تطلع انت تشوف ادبيات الحركه الكرديه، الجريده الكرديه تطلع، انا كنت احد الكتابه، نص الاعلام هو عن فلسطين وعن نشاط الشعب الفلسطيني وعداء لاسرائيل، ويمكن النص الثاني فقط هو عن القضايا الداخليه والقضايا الكرديه. تلاحظ كان في ربط صحيح وسليم بين القضايا العربيه وبين القضيه الكرديه. في احد المرات قلت له لياسر عبد ربه، يعني قلت له: رفيقي، نحن عم نحكي عن قضيتكم ومؤتمراتنا نص عن القضيه الفلسطينيه وعن الشعب العربي، انتم ليش ما تحكوا؟ في عندكم الهدف، في عندكم الحريه، في عندكم الاعلام القوي، ليش ما تحكوا؟ قال: رفيق صديق، نحن نعتبر انه هناك قضيتان في الشرق الاوسط، القضيه الكرديه والقضيه الفلسطينيه، ولا يمكن ان ندعم القضيه الكرديه على حساب القضيه الفلسطينيه. شوف الموقف المتخاذل والضعيف والهزيل. لو كان مثلا انت ذكرت بالتاريخ ابو مسلم الخراساني، يعني انا اربط في شيء بموضوع، اربط وجود الشعب الكردي هو في وجود دولته وفي وجود كيانه. لو كان قبل ابو مسلم الخراساني، لو صلاح الدين الايوبي كان بنى دوله كرديه، ما كنا نحتاج هلا نطلب مساعده من المثقفين العرب يعترفوا بوجودنا. لو ابو المسلم الخراساني في صراعه مع الامويين وخلى العباسيين يحكموا، يعني لو كان عمل من اجل الدوله الكرديه، ما كنا محتاجين هلا انه كان لنا على الاقل دوله من بين هال 22 دوله عربيه، ما كنا محتاجين ندافع عن وجودنا ككرد. لو كان علي العابد وفوزي سلو بوقف النهضه السوريه وقتها، لو كان عملوا كيان كردي في منطقتهم وفي الجزيره وفي هلا شيء اللي عم نطالبه هلا، ما كنا محتاجين ناكد على وطنيتنا او على كذا. نحن بكل المراحل، مشان اثبت لك السياسه الكرديه سابقا والان هي لا تحمل ذنب، انما قوه الشوفينيه والانظمه العنصريه اللي هي بالمنطقه خلت ما يكون في اصدقاء للشعب الكردي. مثلا كم اسماعيل بيشكجي عنا نحن بين المثقفين العرب؟ ما في عنا. اسماعيل بيشكجي لوحده هو قوه وترسانه في المثقفين هذه. الأمية الثقافيه بالحركه الكرديه، يعني فينا نقول هيك، الاميه الثقافيه بالحركه السياسيه الكرديه. نعم، الحركه الثقافيه الكرديه السياسيه الكرديه كانت ملتهيه كثيرا في وضع معاناتها بحقوقها، في دفاع اليومي عن وضع الشعب، دفاع اليومي عن المظالم. انما كان الهم هذا كان هم المثقفين الكرد بتلك المرحله، وهم السياسيين الكرد صاحبي تلك المرحله، وهم المثقفين العرب كمان بتلك المرحله. انا ما اعاتب على المثقف العربي لما كان سوريا يقول سوريا الجمهوريه السوريه تحولت الى الجمهوريه العربيه السوريه، ليش مره ما وقف عند هالتسميه؟ ليش ما دافع عن وجود انه في سوريا في اكثر من ثلث الشعب الكردي، هو من ثلث الشعب السوري هو من الاكراد مثلا في مرحله؟ ليش ما دافع عن ليش الجغرافيا المؤرخين العرب ليش ما ذكروا وجود الشعب الكردي بين في هذه المنطقه؟ ليش لما يذكروا ساكس بيكو ما يقولوا والله ان ساكس بيكو كان فيها جزء من كردستان وجزء وكذا في خارطه الدول العربيه هكذا كميه الاكراد وجغرافيه الاكراد؟ ليش ما يذكروا؟ ليش يتغاضوا انه ما في عنصر؟ ليش يجبرونا نحن نقول انه انت ذكرت في بدء الغزوات الاسلاميه او في بدء انتشار الاسلام كان العرب فقط في الحجاز والسعوديه الموجوده في الحجاز، العرب الجزيره العربيه واليمن، في شبه الجزيره العربيه واليمن. وليش ايش جاب العربي انه يروح لشمال افريقيا؟ ايش جاب العربي يوصل لتركيا، يوصل لهون، يوصل لكردستان لوان؟ يعني اكيد هاي نتيجه التمدد والغزوات والانتشار الايديولوجي اولا باسم الاسلام،
وثم تحول الانتشار الأيديولوجي إلى انتشار عربي. نحن نذكر في سنوات السبعين إذا نمو الحضارة، إذا نمو المواقف الحضارية في المنطقة، رجع المثقفين العرب لم يجدوا في تاريخهم إلا الإسلام حضارة كغزو واحتلال وحوكمة. ناس الأمازيغ، نحن والأمازيغ كنا أكثر ناس ضحايا الغزوات الإسلامية يعني. نعم، نحن والأمازيغ والأقباط والشعوب الثانية يعني هاي موجودة، السريان، الكلدان، الآثوريين، الشعوب موجودة. نحن لو رجعنا، لو كان في محايدين مثلا، كتاب محايدين، وكان في مؤرخين محايدين، لهلا كل الناس الشعوب لو تحددت حقوقها وتحددت خرائطها كنا بدنا نعيش بسلام ونعيش بتفاهم، نفكر بالتفاهم، مو انه تلغيني مشان افكر بالالغاء. يعني مبدا الالغاء الفكري والسياسي والوجودي والجغرافي، هذا المبدا ثبت فشله وثبت سقوطه، سواء في الدول العربيه، سواء في المشرق العربي، سواء في كردستان سوريا، سواء في كردستان العراق او في كردستان ايران، هذا ثبت فشله. ولذلك ادعو كل المثقفين وعلى راسهم لنبدا من الاستاذ محسن يعني ان يبحثوا عن منظومات عربيه تعيد الحق الى اصحابها، مو نحن بس، نحن في امازيغ، في كلدان، في سريان، في اثوريين، في اقباط، في غيره هذول. نحن اذا ما اعترفت بوجودهم، بوجود المقابل لك، لا تطلب من الاخر انه يعترف بوجودك ويعيش معك بتفاهم. هذا الموضوع المطروح. وبنفس الوقت انا يسعدني بنفس الوقت انه اسمع اصوات، وبدايه الاصوات هاي ليش اجت هالاصوات؟ نحن لو ما كان في تحرك سياسي، لو ما كان في تحرك دولي، لو ما كان في اقليم كردستان، لو ما كان في اداره ذاتيه، لو ما كان في مجلس وطني الكردي، لولا الانشطه بالوقت الحاضر، تعرف الشرق الاوسط كله يغلي بسبب القضيه الكرديه. يعني هلا السيسي الان لما يعمل علاقات مع تركيا ويعيد العلاقات مع تركيا ويحارب الاخوان المسلمين وبليبيا، ولما مثلا ايران هلا تعمل علاقات مع تركيا او ضد تركيا، مع العراق او ضد، كلها من سبب وجود القضيه الكرديه. هذه القضيه التي لا يتحدث فيها احد، وهي المحرك الاساسي لكل قضايا الشرق الاوسط. ليش ما نيجي نطرح القضيه بوضوح؟ تماما استاذ صديق. نحن قاربنا على انتهاء السؤال ما قبل الاخير استاذ محسن عوض الله. يعني اذا نحكي عن المظلوميات التي تعرض لها الكرد وغيرها من مكونات المنطقه، وكنا يعني يمكن نحتاج الى حلقات ودراسات وبحوث ومقابلات ولقاءات عديده. باختصار استاذ محسن، يعني لمده 5 دقائق، ما المطلوب من المثقف، ما المطلوب من السياسي، ما المطلوب من الانسان العربي بشكل عام تجاه نفسه اولا، تجاه تحقيق انسانيه ذاته التي تحتم عليه ان لا يلغي الاخر؟ ما المطلوب منه برايك العمل في ظل هذه المنطقه المتوتره، حيث القضيه الكرديه ما زالت تتعرض لأبشع أنواع اضطهاد، وهناك ثورة شعبية وسياسية، وهناك اعتراف دولي؟ الإدارة الأمريكية الجديدة، كل الآمال لدى الكرد بدأت، وثم كل المخاوف والرعب والهستيريا لدى أردوغان وحتى وإيران وتوابعهم من الحكومة العراقية و قوى المعارضة، ائتلاف قوى المعارضة، الائتلاف، كلهم ارتعبوا من وجود هذه الإدارة الأمريكية الجديدة. أستاذ محسن، ما المطلوب من العرب وخاصة الشعوب العربية والتركية والفارسية أن مقابل القضية الكردية أن يصنعوا منطقة، يصنعوا السلام في منطقتنا التي تعاني منذ قرون عديدة من ويلات ودمار ولا استقرار؟ في البداية دعني أحيي أستاذ صديق وأتفق معه جدا في أكثر من نقطة أثارها. بداية نقطة وتأكيده على أن الشعوب
الغير حرة لا يمكن أن تنصر قضية مظلومة. هذه تعتبر لب الموضوع. يعني إذا تمتعت بحريتك قد تفكر أن هناك شخص آخر يعاني مما كنت تعاني منه، وبالتالي لا نلوم. يعني هو قال طبعا الحقيقة المؤلمة أن لا توجد حرية لدى الشعوب العربية، وهو يعني أمر للأسف صحيح في قطاع كبير جدا من الشارع العربي. موضوع أن القضية الكردية هي لب الشرق الأوسط ومحور الحديث ومحور الأزمة، وإنهائها هو الحل لحل وإنهاء أزمات الشرق الأوسط كله. دي حقيقة واقعة. يعني أكبر أزمات الشرق الأوسط هي القضية الكردية، طبعا بجانب الوضع في فلسطين والقضية الفلسطينية، ولكن محور الخلاف والأزمة الكبرى حاليا هو القضية الكردية. حل القضية الكردية من وجهة نظري هو ليس في فكرة الدولة. يعني أنا بقول وبأكد أن الدولة الكردية لا يمكن أن تنهي معاناة الأكراد أو الكرد. يعني إذا نظرنا إلى التجارب الحديثة في صناعة الدول سنجد أن لدينا دولة مثل جنوب السودان حصلت على استقلالها منذ 2010 على ما أتذكر. يعني أين جنوب السودان الآن؟ أعتقد حروب أهلية وصراعات على السلطة ومجاعات وكل ما شيء، يعني كل شيء في الوضع في جنوب السودان. يعني ربما لو عادت الأمور لسابق عصرها لتمنى قادة أو شعب جنوب السودان أن يكونوا جزءا من الشمال أو من دولة الخرطوم. نفس القصة بالنسبة لتيمور الشرقية. يعني تيمور الشرقية برضو حصلت على دعم والقوى الدولية سعت لإشهار دولة تيمور الشرقية واقتطاعها من اندونيسيا. أين تيمور الشرقية الآن؟ فبالتالي أنا أعتقد أن الحياة والتعايش بين كل المكونات في الشرق الأوسط هو الحل الوحيد لأزمات المنطقة كلها. لا يمكن أن نجمع الأكراد في دولة. هل افهم من كلامك انك تدعو لاتحاد الشرق الاوسط الكبير، يعني كما هناك يعني وانتهاء عصر القوميه، يعني هلا وهذا يتعارض مع المصير للشعوب. يعني انا ممكن ابني كردستان بشكل مختلف عن جنوب السودان. يعني فكردستان ممكن انا اختلف مع حاكمي، ممكن انا اختلف مع قيادتي السياسيه، ولكن هذا حق المصير. انا لا امنع عن احد حق تقرير المصير. انا اتحدث من المستقبل، ان فكره الدوله، يعني رفضي لفكره الدوله او حديثي عن فكره الدوله وانها لا يمكن ان تكون الحل لا يمنع من تأييد الكامل لحق الكرد في تقرير مصيرهم. هذا امر منوط بكم، ليس لي ان اتدخل فيه، ولكن اتحدث ان محسن ملاحظه، عفوا، يعني انا خليني اعمل معك، خليني اعمل ليوم واحد اعلن عن دولتي جمهوريه كردستان الحره، وانا حر بارادتي اعمل معك اتحاد الشرق الاوسط، اتحاد عالمي كلي، وانا انا حر، بس ولكن وانا مخمور وليس عندي دوله، كيف بدي اعمل معك اتحاد؟ يجب ان يكون هناك تكافؤ، يعني انا وياك متساويين في كافه الحقوق حتى اعمل معك اتحاد. يعني انا معك العالم في ظل التكنولوجيا الحديثه، العالم في ظل العولمه اصبحت قريه صغيره، وفي الناحيه الاقتصاديه له دور كبير جدا جدا في وحده العالم. انا اتفق معك، ولكن خليني اول شيء اعلن عن دولتي، اكون متساوي معك. يعني انت انسان مصري، جمهوريه مصر العربيه اسمها، وانا خليني اعمل جمهوريه كردستان، ونعمل معا اتحاد شرق اوسطي او اتحاد عالمي، شو ما بدك تسميه سميه. لا خلاف، ولكن هو يعني الاول نحل الخلافات الداخليه سواء داخل الكرد انفسهم، ثم نتحدث عن دوله. يعني دوله كردستان ستكون في العراق ام في سوريا ام في ايران ام في تركيا؟ يعني هو في ازمه خاصه بالتكوين نفسها. يعني كردستان تعرضت لظلم تاريخي،
تم بناء عليه تشريد الشعب في 4 دول يعني رسميه غير غير المهجر. فبالتالي هناك يعني ازمه كردستان اعتقد انها من الصعوبه ان يتم حلها او تناول ازمتها في لقاء تلفزيوني، لان الوضع اعتقد ان هو خطير بشكل كبير. نحن عندما نتحدث عن فكره التوحد والغاء فكره التجاوز عن فكره القوميه، يعني ليس شرطا ان تعاملني كعربي واعاملك ككردي، لا، نحن في البدايه نحن بشر بلا قوميه، بعيد عن فكره الدين، نحن نتعامل مع بعض بشكل انساني. لك كل الحقوق وعليك كل الواجبات، سواء بقى ايا كنت عربي، سرياني، كردي، التزم بالقانون وبغض النظر عن اي شيء. فهو ده اعتقد الحل، يعني هو تطبيق القانون والدستور بشكل مطلق على كل المكونات بلا استثناء او محاباه لاحد، هو الحل لكل ازمات دول المنطقه. اي دستور استاذ محسن، الان نحن في اللجنه الدستوريه هي الحريه في خلاف اللجنه الدستوريه السوريه حول اسم الجمهوريه العربيه السوريه. العرب متمسكين ان تكون سوريا المعارضه والنظام متفقين معا ان تكون اسم سوريا الجمهوريه العربيه السوريه. عن اي دستور تتحدث يا استاذ محسن؟ الوضع، او يعني لو نحدث عن الوضع في سوريا، الوضع في سوريا وضع استثنائي لا يمكن القياس عليه بشكل كامل اصلا، يعني ولا وضع غير شرعي. يعني نظام في دمشق لا يملك شرعيه، ومعارضه معارضه لها اذرع مسلحه ارهابيه، فكيف لهؤلاء ان يشاركوا في وضع دستور لمستقبل سوريا؟ يعني الدستور الوضع السوري ما ينفعش اقول ان سوريا هي القياس وهي الدستور. لا، الدستور حتى لو اسقطت اللجنه التاسيسيه السوريه عن اقامه دستور بهذه الوضعيه وهذه التشكيله، فهو دستور باطل لانه لا يعبر عن مكونات الشعب. اذا الدستور مثل الدستور العراقي نظام فيدرالي بيكون افضل للدول المتعدده القوميات والمذاهب الدينيه. أنا أعتقد أن الفيدرالية هي الحل لكل أزمات الشرق الأوسط، وخاصة الدول متعددة العرقيات والمكونات، سواء العراق أو تركيا أو إيران. كل الدول اللي فيها مختلف الأطياف يجب أن تكون هناك فيدرالية، والفيدرالية يعني تشمل دولة اتحادية تتسع للجميع بغض النظر بقى عن كونك كردي أو عربي. هو فيدرالية على أساس إقليمي وليس على أساس عرقي. تمام، اشكرك جدا استاذ حسن. نعود الى استاذ صديق. سؤالي ايضا مع قبل الاخير، يعني الفيدراليه قال الاستاذ محسن، وقليل جدا من الشخصيات العربيه المعارضه السوريه تعترف، ولو السوريه اقصد، خجولا بالفيدراليه، ولكن اصر عليه الاستاذ محسن انه هو الحل الشامل. لذلك وكرديا الآن هناك مشكلة، هناك المجلس الوطني الكردي منذ التأسيس دعا إلى الفيدرالية، ولكن الآن في ظل ديمومة بقائه بالائتلاف هناك تراجع نسبي، مرة استخدام مصطلحات لا مركزية ومصطلحات كذا. الفيدرالية إذا نريد أن نطبقها في سوريا يجب أن نكون أقوياء موحدين بموقفنا. الكرد الآن لحد الآن مو متفقين على أي شكل يناسبهم في سوريا الغد. يعني السؤال مهم هو، بس قبل ما أرد على السؤال ورد بإلحاح سؤال من الأخ عبد الخان، وهو من اتحاد المثقفين. هو عبد الخان يطرح موضوع، ونحن عدة مرات من زمان، من 20 سنة، من عدة عقود، عم ننادي يعني باسم المظلومية، وعم ننادي بالتعاون وهالمظلومية الكردية. للجواب على هذا السؤال، نحن لم ننتظر أبدا أن يعطينا أو أن يمنحنا أحد من الناس حقنا أو الاعتراف. نحن عملنا في عدة جوانب، عملنا في الجانب الثقافي. نعم، نحن ننتظر الاعتراف بحقوقنا وليس منحنا. الحقوق لا تمنح، لا ننتظر. لا أختلف معك.
ننتظر الاعتراف بحقنا، أن تعترف أن لي حق عندك، أن أعتذر من شريكي في المنطقة بالوطن أنه لي حق، يجب أن يعترف. نعرف أنه لا يستطيع مثلي مضطهد، لا يستطيع أن يمنحني، ولكن أن يعترف بحقي الفيدرالي على الأقل في سوريا. أقصد أنا بالنسبة للسؤال الأول تبع عبدال، أنا لا أنتظر الاعتراف من أحد، إنما الاعتراف هو أن أناله، أن أخذه كما قال الشيخ معشوق. الحقوق لا تعطى، إنما تؤخذ بالقوة. القوة هي ماذا؟ القوة هي قوة وجودك على كل الساحات، الوجود العسكري أو السياسي أو الثقافي أو الإعلامي أو الكذا. نحن لو لم نمتلك القوة الآن في الشرق الأوسط وقوة رسالتنا الإنسانية. نعم، وقوة رسالتنا الإنسانية، رسالة الكردية الإنسانية. نعم. أقصد القوة من كل الجوانب. حتى لو قد ما كنا إنسانيين، لو كنت أنا لو كنت أنا المسيح أنا وأنت، لو كنا المسيح، ما حدا ما كان مثل ما قال بكلامه الأستاذ محسن، لو نزل الله كان صار معارضين له. يعني نحن لو كنا المسيح عليه السلام وبإرادة الكف الأيسر قدرنا لهم الكف الأيسر، كمان كان نلاقي ناس ما يعترفوا بوجودنا. أنا ما أقصد هيك، أقصد نحن الصراع في الحياة هي صراع القوة، هو صراع القوة بالأساس. لو أردوغان ما كان قوي ما كان فرض علينا شروطه، لو النظام البعثي الشوفيني ما كان قوي ما كان فرض علينا شروطه، والسوري والعراقي والإيراني وهكذا. نحن يجب أن نمتلك مقومات القوة، ولن ننتظر من أحد أن يعترف فينا بقطعا، إنما الانتظار عندما نمتلك القوة ونمتلك الوجود، سيتعاون وسيتفاعل معنا الآخر الموجود. القوة والاعتراف بالحق كما مثل ما قلت لا يعطى إنما يؤخذ. هاي ناحية ثانية، نحن يهمنا بنفس الوقت، إذا مشان نتفق معك بالحديث، يهمنا أن نكون متفاهمين ونكون متعاونين مع كل القوى الموجودة في المنطقة، حتى مع إسرائيل. الآن نحن لما تفاهمنا مع إسرائيل، سروك مسعود تفاهم مع إسرائيل والبرزاني ونحن فيما بعد، يعني لما تفاهمنا قلنا ليس لنا مشكلة مع إسرائيل، وليست إسرائيل هي التي احتلت وطننا. كل المثقفين العرب طالبوا منا إدانة هذا الموقف، وبنفس الوقت ما طلبوا حالهم هن إنه إيش عملوا للشعب الكردي وإيش قدموا للشعب الكردي غير الاضطهاد والقهر. أنا لا أقصد طبعا الأستاذ محسن، أرجو إنه ما يفهمني غلط. مشكلة الأستاذ محسن هي بالوقت الحاضر هي واحدة، هي مشكلة التعامل مع الثقافات الموجودة، التعامل مع الآراء الموجودة. فالسؤال الأول للأستاذ عبدال هو خلص، أقصد أنه نحن نعمل من أجل نيل الحقوق والاعتراف بحقوقنا، ولا ننتظر أحد، إنما يهمنا احترام الآخر وإعطاء حق الآخر كمان مثل ما نحن نطالب بحقنا. نقطة ثانية، يعني ليس، أنا فهمت من الأستاذ محسن، ليس أنه أي انقسام أو انفصال هو شيء إيجابي. أنا أقصد لا، أنا بالعكس أقول أن الانفصال الأقليم، مثالا نحن الوضع الكردي، حتى مثالين، انفصال أقليم كردستان عن الدولة العراقية المركزية. أنا رحت لأقليم كردستان سنة 92 وزرت كل الأقليم وشفت وضع مزري ومنهار، وكنت وزرت العراق كمان، انما بعد ب10 سنوات شفت في تطور رائع. وهلا اي واحد وحتى العراقيين يعترفوا انه التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديمقراطي الموجود بكردستان العراق لا مجيد له، لا مثيل له ابدا في القسم الباقي من العراق. اذا بعد انتهاء الكورونا سنرى الاستاذ محسن يشرفنا بزياره لاربيل. يا ريت ايوه، سيرى التطور. نعم، وهكذا نحن في الاقليم مع ملاحظاتنا في الاداره الذاتيه، مع ملاحظاتنا عليها ومع خلافنا عليها، نرى بوادر الكثير من الممارسات الدولتيه. يعني نقول نحن دولتيه، يعني هذا مصطلح تم تداوله، يعني مظاهر جيده من تعامل الانسان مع الكيانات. نحن اثبت شعبنا اذا اعطي له الحريه فهو يستطيع ان يتعامل ويستفيد من هذه الحريه ويطور نفسه ويطور الاخرين. فنحن نقول بصدد الفدراليه قبل ان تمر تتعامل مع الفدراليه كواقع. ايها الاخوه،
يجب أن يعترف فيك المقابل لحتى تناقشه. أنا كشعب وجودي هو ثلث سكان في سوريا، وجودي هو أكثر من مثلا ثلث المساحة الموجودة مثلا في سوريا، وجودي في خارطة ما قبل سايكس بيكو. أنت قبل ما تحاورني يجب أن تعترف في الوجود الجغرافي والسياسي والمجتمعي وهذا الكيان مشان تناقشني. بعد ما نعترف بهالوجود، ايش قد إلك ايش قد إلي، كيف نبني الدولة المشتركة؟ لما نناقش مسألة الفيدرالية، هناك في الفيدرالية آلاف الحلول. الفيدرالية هي حل بالوقت الحاضر، ولكن هذا الحل يمر قبل ذلك بالاعتراف المتبادل، يمر هذا الحل بالقبول المتبادل، يمر هذا الحل بالمحبة المتبادلة. أنا لا يمكن أعمل فيدرالية واحد يبحث في إلغاء وجودي، لا يمكن أن نعمل فيدرالية مع الدولة التركية بالوقت الحاضر. إنما أجا أوزال بمرحلة اعترف، قال هناك حقيقة كردية. لو تركوا لأوزال أن يعترف بوجود الشعب الكردي وخارطة الشعب الكردي، كان الشعب الكردي والتركي بالوقت الحاضر يعيش حالة فيدرالية وحالة ديمقراطية وحالة تفاهم، ويطوروا تركيا أكثر مما هي الآن. ولكن قتل أوزال وقتل في المهد هذا الحلم. وفي هذا العصر أعتقد حتى في كردستان العراق، رغم أنهم موجودين هلا، الحكومة المركز في بغداد لا تريد أن تعترف بوجود الشعب الكردي ولا بالكيان الموجود، ودائما يقطعوا عنهم الحق الرواتب والتشاركية، وحتى كل مرة يهددون أنه نحن إذا صار في عنا إمكانيات راح نزيل هالكيان. يعني شو عمل المالكي؟ شو عمل المالكي اللي جابوه الأكراد حطوه على رأس بغداد؟ ماذا فعل المالكي؟ والإرهاب المنظم اللي صار بعد 16 أكتوبر في كركوك، في خانقين، في المناطق المتنازع عليها كلها اللي هي مناطق كردستانية. أشكرك نعم. أستاذ صديق، نحن وصلنا إلى نهاية البرنامج. أستاذ محسن، سؤالي الأخير، ما تعليقك إذا لك التعليق على كلام أستاذ صديق، أو كنت تتمنى أن أسألك سؤال ولم أسألك؟ تمام أستاذي. هو أنا بس عاوز أوضح حاجة. عندما أتحدث عن أن الفيدرالية هي الحل، فلا أقصد أن هي الحل مع هذه الأنظمة. يعني في ظل أنظمة مثل النظام التركي الذي يستهدف وأد الشعب الكردي بشكل عام، حتى لو كان له علاقات معاه مثلا أو لا يعاديه بشكل كامل، بس يجب أن نعتقد ونوقن أن العداء التركي للكرد هو لا يستثني كرديا على وجه الارض. يعني اذا كان هناك علاقات جيده حاليا بين اقليم كردستان والدوله التركيه، فهو ما يمكن وصفه بوئام مؤقت. ليست جيده انما علاقات جوار مفروضه، علاقات جوار اجباريه. انا ادرك انها هي دوله، اقليم كردستان مضطر لعلاقاته مع الدوله التركيه بحكم انها المنفذ على العالم، وهي دولة جوار في كل الأحوال بالنسبة لكم يعني. ولكن أنا أقصد إن أي كردي هو مستهدف من جانب الدولة التركية والدولة الإيرانية بشكل كامل يعني. وبالتالي عندما نتحدث عن فيدرالية تجمع أو تحل أزمات المنطقة، لا نقصد هذه الأنظمة المستبدة التي ترفض الحقوق الكردية أو حتى ترفض الاعتراف بالوجود الكردي. هذه نقطة. بخصوص الحوار، طبعا أنا أشكر حضرتك جدا على الحوار، وحابب دايما أن يكون في تواصل ما بين المثقفين العرب والمثقفين الكرد، ويحدث بعيد عن الأنظمة وبعيد عن السلطات، يحدث اندماج وتواصل دائم بين القضية. المثقفين الكرد يجب أن يسعوا للتواصل مع نظرائهم في الدول العربية والتعريف بالقضية. أزمة الشعوب العربية والمثقفين أنهم لا يعرفون القضية الكردية، لا يعرفون حقيقة القضية الكردية. ربما البعض منهم بنى كثير من اعتقاداته وأفكاره على ما روجته وسائل الإعلام والميديا التركية حول كون الكرد خونة، ملحدين، عملاء، يريدون تقسيم المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأنها إسرائيل ثانية. يعني رغم أن إسرائيل الأولى تحظى بعلاقات جيدة حاليا.
وبالتالي أنا أدعو للمثقفون الكرد للتواصل، لتجاوز فكرة أن العرب لم يتفاعلوا مع قضايانا أو العرب ينظروا إلينا. لا، اصطدم أنت مع الواقع واقتحم على العرب خيماتهم المغلقة، ووضح وجهة نظرك واظهر عدالة قضيتك. فهذا هو الحل من أجل استعادة حقك وكسب المزيد من الداعمين والمؤيدين. أشكرك جدا أستاذ محسن. صديق، كلمة أخيرة لك. هل كنت تتمنى أن أسألك سؤالا ولم أسألك؟ طبعا أنا كنت أتمنى فقط أن لا نكون نحن الكرد مصدر خلاف مع العرب كعرب وأمة العربية كأمة عربية. تلاحظ أنه شحنة الحقد وشحنة الخلاف، يعني طيب من المنطقي أنه هلا يخلوا العرب يخلوا خلافهم معنا في الوقت الذي يتصالحون فيه مع اليهود أو مع الإسرائيليين الذين صارعوهم خلال سنوات طويلة. يعني هذا شيء غير منطقي. المثقف العربي لازم كان يعترف بحق تقرير المصير للأمة الكردية وللشعب الكردي قبل هلا. يعني لو شفنا رد الفعل العربي والثقافي باعتراف العرب والمثقفين العرب بحق تقرير مصير للشعب الكردي، كنا جلسنا مع بعض وناقشناهم. خيو شلون تعترفوا انتم بحق تقرير المصير؟ فيدراليه ولا لا حكم ذاتي ولا حكم ذاتي ولا استقلال؟ كنا ناقشنا، كنا انتقلنا للمرحله الثانيه بعد مرحله الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الكردي. ولكن ارى انا في بدايات، هالبدايات سليمه من المثقفين العرب يحبوا يفهموا القضيه الكرديه ويتفهمون المساله الكرديه. هاي اراها بدايه سليمه، وكنت اراها قبل ان يتفاهم المثقف العربي مع حتى الاسرائيليين الاعداء التاريخيين، لاننا لم نكن اعداء تاريخيا لهم يوما ما. انما اطالب المثقفين العرب ان من جهتهم ان يبنوا منظومات كامله للتعريف بالقضيه الكرديه والامه الكرديه. واطالب المثقفين الكرد ايضا بان يكتبوا كل يوم وكل شهر ان تخرج عناوين جديده عن تاريخ الشعب الكردي ودور الشعب الكردي والتعريف بالشعب الكردي. هاي مهمه المثقفين الكرد. ربما الاحزاب الكرديه نتيجه الهموم اليوميه ما صار لها مجال، وربما المثقفين الاحزاب الكرديه النخبه إلى ما كانت نخبه مثقفه. هاي كمان مشكله. يعني كان نور الدين صازا في سنه 57 دكتور في علم الاجتماع ودكتور في دكتوراه، كان يحمل دكتوراه 2، انما ما كان نور الدين صازا ما قدر يعمل مؤلف عن تاريخ الحركه الكرديه والشعب الكردي، لانه كان مهموم انسان بالحركه السياسيه اليوميه، واعتقل وسجن وعذب وطرد فيما بعد. وهكذا المثقفين الكرد الموجودين اليوم في كردستان العراق وفي كردستان سوريا هو عددهم كثير وكثير جدا. وأرى من مهامهم أيضا مثل ما أطلب من المثقف العربي أن يعرف قضيته وأن يعلن قضيته للكرد والعرب والشعوب الأخرى والثانية. وأنا لي أمل كبير مع هذا التعريف أن توجد القوة. لا تعريف بدون القوة، ولا قوة فجة في العالم تتحقق بدون منطق سياسي ومنطق طبيعي وقانون إنساني. أشكرك. ثانيا أشكر أنا الشباب اللي ساعدونا بهالبرنامج، وخاصة قلت أنت كمان في البداية، قلت بالبداية كمان نفسنا أشكرهم بالكنترول، وأشكرك أنت، وأشكر حواري مع الأستاذ محسن. أنا سعيد في هكذا اللقاءات، وأتمنى أنه كيف تحقق مثل هذه البرامج في المناسبات الأخرى. وأنا أشكرك وأشكر جدا جدا الأستاذ محسن عوض الله، ونتمنى أن نلتقي فيه بعد انتهاء وباء كورونا من كل العالم إن شاء الله، وفي منطقتنا أن نراه في أربيل عاصمة إقليم العراق الحر. شكرا جزيلا أستاذ محسن. مشاهدينا الكرام، يعني موضوع القضية الكردية
والعرب تحتاج إلى ندوات، إلى لقاءات، إلى حوارات، إلى بحوث. أنا هنا كمان أدعو كل المثقفين الكرد كما ذكر الأستاذ صديق، وخاصة الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد الذي يرعى هذه المؤسسة الإعلامية قناة فيس تي في، أن يكون لديه حوار تحت الطاولة أيضا، وليس حوار إعلامي فقط تحت الطاولة، حوار ثقافي مع شركائنا بالمنطقة، مع العرب والترك والفرس. فالمنطقة لنا جميعا، وسلامة المنطقة واستقرار المنطقة يهمنا جميعا. وإذا كان هناك حرب ودمار واضطهاد وظلم من أي طرف على آخر، فذلك سيعود عليه أكثر تدميرا، لأنه سيعيش حالة الرعب واللا استقرار. نتمنى أستاذ مشاهدين الكرام، نتمنى أن تنتظرونا في الخميس القادم، هناك حلقة جديدة وموضوع جديد. ونعتذر منكم إذا لم نستطع أن نرد على كل أسئلتكم لضيق الوقت، ونعدكم في الحلقات القادمة سنرد إن شاء الله. وأختم باسمكم جميعا المشاهدين الكرام بالشكر الجزيل للأستاذ محسن عوض الله من القاهرة، الصوت العربي الأصيل أو الصوت المصري، ومن خلال تحياتنا لكل نورتنا أستاذ محسن. أشكرك أستاذي، وتحياتي لك ولكل المشاهدين والقائمين على إدارة اللقاء. تسلم. كذلك طبعا. تسلم. وكذلك باسمكم مشاهدينا الأعزاء أشكر السياسي الكردي المعروف وصديقي العزيز الأستاذ شرنخي. نورتنا مرة أخرى أستاذ صديق. أتمنى أن نلتقي في إقليم سوريا الحرة، نكون في بلدنا في قرانا. وشكر كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، ودمتم بأمان الله. أشكرك مرة ثانية، وأشكر كل المشاهدين، وأشكر الأستاذ محسن على هذه الاستضافة. كل الشكر لكم وللمشاهدين الكرام. باي باي.